السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صفات الإنسانية الحقيقية لو لقيتهم في أي إنسان ما تفرطش فيه: الوضوح والصدق والحنية، الشخص الواضح في مشاعره وأفكاره وكلماته، الشخص الصريح بالقول والفعل اللي ما بيخلقش أي مجال لسوء الفهم، لأن ببساطة طريقة التعامل معاه من أبسط ما يمكن. الشخص ده الوحيد اللي الناس بتكون مأمنة على نفسها في وجوده ومأمنين على سيرتهم في غيابه، لأن الصدق أسير القلوب. الشخص الصادق بيكون فيه شعور رهيب بمجرد القرب منه، كل حاجة منه بتسيب أثر في القلب أقوى وأعمق. صدق الحب، صدق المشاعر، صدق في كل شيء. لو شفت شخص بيتكلم عن حد أو حاجة معينة بيحبها هتلاقي صدقه ضايف بريق ولمعة مميزة في نظراته وكلامه. فالحنية هي سيدة الطباع الإنسانية بلا منازع. الإنسان الحنين العطوف الرحيم هو الوحيد اللي هيهون عليك تعب الدنيا ومشاكلها. الدنيا اللي احنا عايشين فيها مليانة قسوة، وجود شخص رحيم بقلبك وبحياتك بيهون عليك أمور من أصعب ما يمكن. عشان كده بنقول دايما نختار الحنين، اللي ما بيهونش عليه زعلك، اللي بيصالح وبيعتذر ويحتوي ويهتم بيك ويرضيك. العظيم مصطفى محمود كان بيقول إن الرحمة أعمق من الحب. كلنا قادرين نحب، لكن قليل مننا اللي يعرف معنى الرحمة. فالحنية زي السحر، بتجبر القلوب وبترضيها. فلو قابلت شخص فيه الصفات دي استمر معاه وحافظ على علاقتك بيه. حافظ على الناس الجميلة في حياتك الطيبة الصادقة، واهتم بيهم شوية أكتر من العادي. فاللهم ارزقنا دائما بالطيبين واجعلنا طيبين. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.